السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه شباب اولى ثانوي؟ معاكم ميس ميادة يوسف. ان شاء الله هنبدأ النهاردة مع بعض مادة التاريخ لأولى ثانوي. طيب قبل ما ابدأ حابة بس اعرفك على النظام الجديد اللي احنا هنتعامل بيه في الثانوية العامة، والنظام اللي انت كنت عليه في اعدادي ده انتهى تماما. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان حضرتك بدل ما كنت بتحفظ وبدل ما كنت في بعض الأسئلة معتادة عليها، الكلام ده هيكون انتهى. مفيش بقى بما تفسر ما النتائج، الكلام ده كله ايه؟ انتهى. طيب في اولى ثانوي ايه الوضع؟ قال لي في اولى ثانوي ان الوضع حضرتك هتفهم اكتر، هتطلع نواتج تعلم. امتحانك اغلبه او 90% هيبقى عباره عن MCQ. هتخش على الامتحان تلاقي كله اختيارات، وتلاقي ان الاربع اجابات صح وكل الكلام ده. طيب انا هتعامل ازاي؟ انا متعود على الفكره دي. الكلام ده هنتدرب عليه واحده واحده طول ما احنا ماشيين مع بعض في الترم. جميل. طيب برضو مش فاهم هعمل ايه؟ حضرتك هتفهم معايا المعلومه وهنطلع لك فيها الالفاظ اللي ممكن يجي يلعب لك بيها في الامتحان. كمان هنطلع كل حاجه ليها نواتج تعلم، ونبتدي نفهم مع بعض كل حاجه. جميل. طيب المنهج بقى عباره عن ايه؟ لا، المنهج بتاع الترم الاولاني لذيذ جدا. هو اول حاجه عباره عن 9 دروس. طيب 9 دروس بيتكلموا عن ايه او ماشيين ازاي؟ قال لي اول درس هتتكلم عليه هو درس الحضاره والتاريخ. ايه درس الحضاره والتاريخ ده؟ هنفهم مع بعض يعني ايه حضاره ويعني ايه تاريخ وليه بندرس ماده التاريخ. وده يعتبر كده مقدمه اللي احنا اصلا بنتكلم فيها ان ازاي الحضارات دي قامت، وازاي قدرنا ان احنا نكتب التاريخ، وازاي نقدر نوصل للمعلومات. الدرس الثاني بيتكلم معايا عن مصادر دراسه الحضارات. ازاي بنعرف الحضارات قامت وازاي بنجيب المصادر بتاعتها. اما الدرس الثالث هو عوامل، ايه الحاجات اللي كانت بتساعد على وجود حضارات. وبعد كده نبتدي ويبقى خلصت معانا الوحده الاولى، ونبتدي في الوحده الثانيه اللي بتتكلم معايا عن الحضارات. وايه هي الحضارات؟ بس الحضاره الوحيده اللي هندرسها باستفاضه طبعا هي الحضاره المصريه القديمه. هيبدا معايا بقى في الملامح، ازاي اصلا اتقسم التاريخ بتاعي، وهيبتدي يتكلم عن الحياه الاقتصاديه، اقتصاد مصر كان ماشي ازاي. اما في السياسه وفي الاداره ازاي قدرنا ان احنا نحكم. والحياه الاجتماعيه المجتمع كان ماشي ازاي، طبقات ولا كان ايه دنيته. وبعد كده هنخش على الدرس اللي بعده الحياه الدينيه، ونبتدي نفهم الدين عند المصريين القدماء كان ايه عباره قبل ما نعرف بقى ربنا، وقبل ما ينزل الدين الاسلامي او الدين المسيحي او اليهودي. هنفهم ازاي الناس كانت عايشه وكانت بتعبد ايه. واخر درس هنتكلم فيه عن الثقافه والحياه الفكريه عند المصريين القدماء. كل درس هنبتدي ندرسه باستفاضه، ولو درس طويل شويه هبتدي اقسمه لك على محاضرتين. وبعد ما كل درس معايا يخلص هبتدي اجمع لك كل الاسئله اللي على الدرس ده واحلها معاك واحده واحده، وهفهمك ازاي تحلها كلها من غير بقى مجرد ما يبقى الفيديو عباره عن دي السؤال ودي الاجابه بتاعته. مفيش الكلام ده. انا هفهمك السؤال عامل ازاي، وافهمك السؤال ايه حله، واشمعنى نزلنا نختار الاجابه دي واشمعنى ما اخترناش الاجابه دي. وهوريك طريقه حل تعتمد عليها بحيث ان شاء الله تنزل تختار الاجابه الاصح من ضمن الاجابات. الاصح. ما انت بنسبه كبيره هيبقى معاك الاربع اجابات صح، فانا هختار الاجابه معاك الايه الاصح. طيب يلا بينا نبدا. يلا بينا نبدا مع بعض اول درس. واول درس زي ما قلت لك هو بعنوان الحضاره والتاريخ. طيب قبل ما نتكلم بقى عن الحضاره وعن الكلام ده كله، عايزه افهم الدرس ماشي ازاي. درس في اولى ثانوي. طيب وعرفنا ان الدرس ده اسمه الحضاره والتاريخ. وقبل ما اتكلم مع بعض بقى عن موضوع الدرس، انا محتاجه اعرفك الدرس بيمشي معايا ازاي. اول حاجه كده ان الدرس معايا حضاره، هو تعريف الحضاره، يعني ايه حضاره. وبعد الحضاره هنبتدي اعرف الحضاره عند ويل ديورانت، واعرف سمات الحضاره. اما في فرع التاريخ هو هنفهم يعني ايه تاريخ وليه بندرس التاريخ، وكمان العصور التاريخيه. طيب احنا هندخل على مفهوم الحضاره كده. قال لي لا، قبل الحضاره انا عايز اعرف الانسان كان عايش ازاي. يعني ايه؟ قال لي يعني قبل ما الانسان يبني ويعمر ويكون عندنا تاريخ ونكون نفهم الانسان المصري كده كان عايش ازاي والكلام ده كله، او قبل الحضارات بشكل عام مش شرط مصر بس، عايز افهم الناس كانت عايشه ازاي. قال لي زي ما احنا عارفين ان الناس دايما كانت عايشه في حياه التنقل والترحال. يعني ايه؟ قال لي يعني الناس اول حاجه كده كانوا بيعيشوا فوق المرتفعات. فوق المرتفعات دي اللي احنا عارفينها اللي هي سواء الجبال او الهضاب، صح كده؟ يبقى الانسان قبل ما ينزل على وادي النيل او قبل ما يعمر كان بيعيش فين؟ كان بيعيش فوق المرتفعات اللي هي عباره عن جبال وعباره عن هضاب. طيب كان عايش بيعمل ايه؟ قال لي ما كانش عنده اي حاجه غير ان هو يا دوبك ياكل يشرب ينام. تاني كده،
بياكل وبيشرب وينام. ازاي؟ قال لي يعني ما كانش عنده اي رفاهيه. ازاي يعني؟ قال لي بقى ولا في جو ان انا خارج مع اصحابي، ولا رايح اشوف ماتش، ولا عايزه اجيب مثلا حاجه، ولا رايح المدرسه اتعلم. هي دي كانت مجرد حياته. بيفضل عايش، يقوم الصبح يبحث عن الاكل بتاعه وياكل، وبعد كده يخش اي كهف وينام. طيب الاكل بتاعه ده كان بيجيبه منين؟ قال لي الاكل بتاعه ده كان بيجيبه عن طريق ان هو بيفضل يتنقل من مكان لمكان عشان يبحث عن الاكل او يجيب الاكل بتاعه. مش فاهم. طب بيجيب الاكل منين؟ قال لي كانت الامطار بتنزل معاه، وكان في اشجار في المكان اللي كان بيبقى فيه اكل وفيه نباتات يقدر يكفيه، كان بيروح ياخد الاكل ده ياكله وبعد كده ينام وشكرا. طيب لو الامطار وقفت او المكان ده خلاص ما بقاش فيه اكل تاني، بيعمل ايه؟ بيروح سايب المكان ده ويروح يعيش في اي مكان تاني عشان يدور على الاكل بتاعه. يبقى اول حاجه عرفتها ان الانسان زمان كان بيعيش في ايه؟ قال لي كان بيعيش فوق المرتفعات، كان بيعيش فوق المرتفعات. يبقى عرفت ان البشر اول حاجه كده كانوا بيعيشوا فوق المرتفعات. وقلت لك المرتفعات دي اللي هي عباره عن الجبال او الهضاب. طيب ايه كمان؟ قال لي كان دايما عايش في حياه التنقل والترحال. كانوا كمان بيعيشوا في عبارة عن أسر متفرقة. يعني إيه أسر متفرقة؟ كان كل واحد عايش لوحده، مفيش حد بيتعاون مع التاني. إلى إيه؟ قال لي كان بيفضل بقى عايش، يفضل يتنقل، ياكل ويشرب، كل واحد قاعد في حاله، مفيش أي حاجة معايا، لحد ما ينزل معايا الأمطار ويدور على الأكل وهكذا. طب وبعدين؟ قال لي بعد كده كان بيبحث عن الطعام. يبقى هو كان بيعمل إيه؟ قال لي كان بيدور على الأكل بتاعه عشان ياكل ويشرب ويعيش. ثم تجمعوا مع بعض. ايه اللي خلاهم يتجمعوا مع بعض؟ قال لي في الوقت ده طبعا هم عايشين في فوق المرتفعات، فاللي بيحصل ان هم كانوا ممكن يقابلهم صعوبات، يقابلهم معايا حيوانات مفترسة، فكانوا ابتدوا ان هم يتعاونوا مع بعض. ليه؟ عشان يفضلوا عايشين، عشان يواجهوا كل الصعوبات اللي هي الحيوانات والحاجات دي. هي الصعوبات دي صعوبات بشرية ولا صعوبات طبيعية؟ قال لي صعوبات طبيعية. يبقى الإنسان يتعاون مع بعض. ليه؟ قال لي يتعاونوا مع بعض معايا عشان ايه؟ قال لي عشان يواجهوا الصعوبات. انهي صعوبات؟ قلت له الصعوبات الطبيعيه. طيب الصعوبات الطبيعيه يعني كده كان عايز ايه؟ قال لي كان عايز يفضل موجود لتوافر او لضمان بقائه. لضمان ايه؟ بقائه. يبقى انا عرفت ان الانسان كان بيحاول ان هو يتعاون مع بعض ويحاول يواجه كل الصعوبات. ليه؟ قال لي عشان خاطر يفضل يكون عايش. طيب وايه كمان؟ قال لي كمان بعد كده كان عايز ان هو ياخد الحيوانات دي، يبتدي ان هو ياخدها ويتغذى عليها. طيب هيعمل ايه؟ قال لي كان هيصطادها. طب هو كان ينفع ان هو يصطادها لوحده؟ قال لي لا. فعشان كده كمان هم تعاونوا مع بعض. ليه؟ عشان يصطادوا الحيوانات ويبتدوا ان هم يتعايشوا عليها. يبقى المعلومه الثانيه هم برضو تعاونوا ليه؟ قال لي تعاونوا عشان مهنه الصيد. يبقى ايه المهنه اللي ساعدت على ان هم يكونوا متعاونين؟ قال لي مهنه الصيد. مهنه ايه؟ الصيد. يبقى الانسان تعاون مع بعض ليه؟ للصيد. فيجي يسالك سؤال كده ويقول لك ايه؟ المهنه اللي ساعدت على وجود تعاون ما بينهم، هقول له مهنه ايه؟ الصيد. وقال لي فضلوا في الحال ده ازمنه طويله جدا. الى ايه؟ قال لي الى ان جاء الجفاف. جاء ايه؟ الجفاف. بطلت الامطار تنزل، الامطار اللي كانت مساعداه ان هو يفضل عايش مكمل. طب وبعدين؟ قال لي الجفاف لما حصل هيفضل عايش؟ لا، كان هيموت. مفيش اكل، مفيش عوامل بقاء يفضل عايش عشانها. فاللي هيحصل ان هو هينزل على وادي النيل. رايح فين؟ قال لي ماشي، انا هفضل قاعد لحد ما اموت من الجوع؟ هنزل هدور على حل. ايه؟ قال لي هدور على حل تاني، هدور على حل بديل. عنده كده ايه؟ عنده ايه؟ قال لي عنده حسن اداره الازمات. ازاي؟ قال لي يعني لما واجهته صعوبه ما فضلش قاعد زي ما هو قاعد يتفرج، قاعد يستسلم، لا هو نزل يدور على حل تاني. يبقى الانسان زمان عمل ايه؟ قال لي لما الامطار وقفت، لما حل الجفاف، نزل دور على حل بديل. يبقى الانسان في الوقت ده نقدر نقول ايه؟ قال لي الانسان في الوقت ده هنقدر نقول كان عنده ايه؟ هقول له كان عنده حسن إدارة الأزمات. حسن إدارة الإيه؟ الأزمات.
طيب لما عمل ايه؟ قال لي لما بحث البحث عن حلول بديلة. يبقى الإنسان في الوقت ده بحث عن حل إيه؟ بحث عن حل تاني لما حصل إيه؟ لما نزلت الأمطار. طيب لما جفت الأمطار وابتدى ينزل على وادي النيل، لقى فيه مية ولقى تربة، لقى مية ولقى إيه؟ تربة. طب معنى إن في مية وفي تربة يعني هيقوم معايا مهنة إيه؟ هيقوم معايا مهنة الزراعة، هيقوم معايا مهنة إيه؟ الزراعة. يبقى الإنسان لما ساب الجبال، لما نزل من فوق المرتفعات، نزل على وادي النيل، عرف إيه؟ عرف مهنة الزراعة. طيب هي مهنة الزراعة دي هيقعد فيها يوم واتنين ويمشي؟ قال لي لا، ده هيقعد يزرع ويستنى المحصول لما يطلع، وهيبتدي بقى معايا ان هو يبتدي يجيب حديد على خشب، ويبتدي يعمل معايا فاس، يبتدي يبني معايا كهف او بيت عشان يقدر يعيش جنب الاراضي الزراعية بتاعته، وهيبتدي ان هو يطور. طب وايه كمان؟ قال لي كمان عرف استئناس الحيوانات، عرف تربية الحيوانات. وكلنا عارفين وكلنا زي ما بنشوف ان الحيوانات دي بتساعدنا معايا في النقل وفي الزراعه وفي الكلام ده كله. يبقى الحيوانات هي كمان الانسان عرفها، فهيقدر معايا ان هو يزرع زي ما هو عايز. قال لي كمان عرفوا مهنه الزراعه وعرفوا معاها الاستقرار. يبقى كده الانسان بدل ما كان عايش حياه عدم استقرار وكان عايش في تنقل وترحال، عرف حياه الاستقرار لما عرف مهنه الزراعه. يبقى كده احنا عرفنا كم مهنه مع بعض؟ عرفنا مهنتين. المهنه الاولى اللي كانت مهنه الصيد اللي ساعدت الانسان على ايه؟ التعاون، صح كده؟ اما المهنه الثانيه هي مهنه الزراعه واللي ساعدت الانسان على وجود استقرار. يبقى المهنه اللي عرفها الانسان على وساعدته على وجود استقرار كانت ايه؟ الزراعه. طيب وبعدها زي ما قلت لك بقى ابتدى ان هو يجيب فاس، ابتدى ان هو يعمل الفاس، ابتدى يجيب حديد، يعمل خشب، يجيب فاس، يبني البيت وهكذا. فابتدى ينشئ معايا حضارات، ابتدى يعمل معايا التطوير، وابتدى يعرف السواقي، وابتدى يخزن الميه وقت الفيضان، ويعمل سدود ويعمل الكلام ده كله. فكده يكون بنى حضاره، يكون بنى ايه؟ حضاره. طب وبعدها؟ قال لي بعدها عرف كمان الكتابه. وجود الكتابه ده ساعد معايا على ايه؟ على التاريخ، بس هنأجل التاريخ شويه. يبقى الانسان قبل معرفه او قبل ما يعرف كلمه الحضاره او قبل الزراعه كان ايه؟ قال لي كان عايش فوق المرتفعات، وابتدى ينزل معايا وابتدى ان هو يوضب. يلا بينا نبدا مع بعض بقى مفهوم الحضاره. طيب ايه هو مفهوم الحضاره؟ قبل ما نشوفه هو مكتوب ازاي، هو الحضاره دي بتيجي ازاي؟ يعني ايه؟ يعني الانسان ده لما بنى الاهرامات، هي مش الاهرامات دي حضاره؟ عملها ازاي؟ قال لي الانسان ده لما جه يبني الحضاره او جه يعمل حضاره بذل مجهود. بذل ايه؟ مجهود. ازاي؟ مش لما عمل معايا الهضاب او عمل معايا الاهرامات وعمل معايا ابو الهول وبنى معايا السدود والكلام ده كله، بذل ايه؟ مجهود، هو اللي اتحرك. طيب هو اللي اتحرك يعني بذل مجهود منه لنفسه. طيب هي الاهرامات دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن حجره والكلام ده كله، والانسان هو اللي ابتدى يبنيها. يبقى الانسان هنا بذل ايه؟ مجهود. بذل ايه؟ مجهود. وجاب الحاجات دي منين؟ قال لي جاب الحاجات دي من البيئه، جاب الادوات بتاعته، جاب وصنع الحاجات بتاعته عشان يقدر يبني الاهرامات، عشان يقدر يعمل حضاره. يبقى اول حاجه لازم افهمها في مفهوم الحضاره، بص قلت لك ايه؟ تفهمها مش تحفظها. يبقى اول حاجه لازم الانسان عشان يعمل حضاره هيبذل ايه؟ مجهود. يبقى الحضاره عباره عن مجهود ايه؟ بشري، عباره عن مجهود ايه؟ بشري. طيب وبعدين؟ قال لي مجهود بشري نتيجه تفاعله مع الايه؟ مع العوامل البيئيه، مع العوامل الطبيعيه. ابتدى يجيب معايا ادوات من البيئه. طيب هو الانسان ده عمال يعمل كل ده ليه؟ قال لي عشان يطور. هو هيفضل عايش طول عمره بياكل ويشرب وينام مش هيعمل حضاره؟ هو الانسان خلاص عرف الزراعه وابتدى يستقر وابتدى يبني بيوت وابتدى يعمل حضاره، فهو استقر خلاص. فابتدى ان هو عايز يحسن من ظروف حياته، يحسن من البيئه اللي هو عايش فيها. طيب جميل، يبقى هو كده مجهود بشري. يبقى تعريف الحضاره مع بعض هي ثمره مجهود، اي مجهود يقوم به الانسان. يعني اي مجهود يقوم به الانسان دي بتبقى حضاره. قال لي بس لازم يكون ايه؟ تفاعله مع البيئه زي الادوات. طب ليه؟ قال لي لتحسين ظروف حياته. ايه ظروف حياته؟ قال لي يحسن ظروفه سواء بقى كانت ماديا او معنويا. مش فاهم؟ هقول لك يعني ايه ماديا ويعني ايه معنويا. قال لي اول حاجه كده ماديا معناها الحاجات اللي انا بقدر اكون شايفها بعيني او ايدي تلمسها. يلا بينا نبدا مع بعض مفهوم الحضاره.
واي حاجه هناخدها مع بعض بدايه من الحضاره اهو لازم نفهمها. طيب ايه هو مفهوم الحضاره، والحضاره قامت فين، وايه هو مفهوم الحضاره عند ويل ديرانت؟ خلينا نمشي واحده واحده. قبل ما اخش في الكلام ده كله انا عايزه افهم يعني ايه كلمه حضاره بمنتهى البساطه. الانسان هيعمل حضاره ازاي، او ايه هو مفهوم الحضاره؟ خلينا نفهم. مش انا قلت لك من شويه ان الانسان استقر لما عرف مهنه الزراعه، وابتدى يجيب معايا يعمل معايا الفاس، وابتدى يعمل معايا السدود، وابتدى يبني معايا البيوت عشان يقدر يعيش فيها. هي دي الحضاره. ايه هي الحضاره؟ ان الانسان هيفضل يطور في الحضاره لحد ما يموت. هيفضل طول ما هو عايش هيفضل يطور ويحاول ان هو يبتكر حاجات جديده. جميل. طيب الانسان بقى هيعمل حضاره ازاي؟ قال لي هو الانسان لما جه بنى البيت ازاي؟ قال لي هو راح بناه. طب ده مجهود ولا مش مجهود؟ قال لي ده مجهود. يبقى اول حاجه في تعريف الحضاره لازم اعرفها ان الانسان بيبذل مجهود. جميل. طيب هيبذل مجهود في ايه؟ قال لي يعني وليكن مثلا عايز يبني بيت، عايز يبني الاهرامات، هيجيب حاجات من البيئه، هيجيب حاجات طبيعيه، يبتدي يتحرك ان هو يعمل الاهرامات مثلا. هي الاهرامات دي مش حضاره؟ قلت له اه حضاره طبعا. فالانسان بذل مجهود وجاب حاجات من البيئه وبنى معايا الحضاره. طيب يبقى اول حاجه اعرفها معايا في تعريف الحضاره ان هي ثمره اي مجهود يقوم به الايه؟ الانسان. يبقى عرفت ان الحضاره عباره عن مجهود بشري، عباره عن مجهود ايه؟ بشري. يبقى الحضاره دي لما بتقوم ازاي؟ قال لي بتقوم لما الانسان هو اللي يبتدي يتحرك. طيب نتيجه تفاعله مع الايه؟ مع البيئه. زي ما قلت لك الحجاره، الفاس، البيت اللي بناه، كل جاب الادوات بتاعته منين؟ من البيئه. لتحسين ظروف حياته. هو الانسان بيعمل كل الكلام ده ليه؟ ايه هدف الانسان؟ قال لي انه يحسن ظروف حياته. زي بدل ما هو كان عايش بقى فوق الهضاب بياكل وبيشرب وينام، لا هو نزل دور على شغلانه، دور على بيت احسن يعيش فيه، دور على حاجات يبتكرها. بدل ما هيفضل عايش معايا في ان هو بياكل ويشرب وينام، لا انا عايزه اطور من حياتي، احسن من حياتي، احسن من البيت اللي انا عايش فيه، احسن من المقابر اللي انا هدفن فيها، ابتدي احسن بقى من كل حاجه حواليا. طيب هل الحضاره بتقف؟ قال لي لا، ده احنا بقالنا كام سنه عمالين نطور. زي دلوقتي ابتدينا نخترع التليفونات، ابتدينا نخترع معايا كل حاجه، تليفونات، تكنولوجيا، ادوات، كل ده. طيب كل الكلام ده احنا بنعمله ليه؟ قال لي عشان نحسن من ظروف حياتنا، ما تفضلش حياتنا واقفه على حاجه معينه. طيب هل ظروف حياته هتتكون في ان هو هيبني بيت او الكلام ده؟ قال لي لا، هو لما يجي هيحسن حياته سواء ماديا او معنويا. هيحسن حياته ماديا او ايه؟ معنويا. يعني ايه ماديا ويعني ايه معنويا؟ انا مش فاهم. بسيطه. كلمه ماديا فيما معناها ان هي اي حاجه بنشوفها بعينينا او بنلمسها بايدينا. وليكن الاهرامات دي حضاره، بنشوفها بعينينا وبنلبسها بايدينا، تبقى دي ماديا. يبقى الانسان طور من حياته ماديا في ان هو عمل حضاره، في ان هو بنى سدود، في ان هو بنى قلاع. يبقى كل الحاجات دي كانت حاجات ايه؟ ماديا. طيب هو طور في الكلام ده بس؟ قال لي لا، هو كمان طور معنويا. طور معنويا ازاي؟ قال لي معنويا زي العلم. مش الانسان طور في العلم؟ ومن في الاول والاخر كان يا دوبك بيعرف يقرا ويكتب، لا ابتدى ان هو يعرف في معلومات عن الطب، ابتدى ان هو يطور معايا في الثقافه بتاعته، ابتدى ان هو يوصل معايا ان هو يطور في النظرات العلميه. هل الكلام ده بشوفه بعيني بلمسه؟ قال لي لا، دي حاجات جوهريه الانسان ما بيقدرش يمسكها بايده، ولكن الانسان بيقدر ان هو يطور فيها. يبقى تاني مع بعض، مفهوم الحضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به مين؟ الانسان. وعرفنا ان هو كده مجهود بشري. مجهود ايه؟ بشري. نتيجه تفاعله مع البيئه لتحسين ايه؟ ظروف حياته، يحسن من حياته سواء ماديا او معنويا. حاجات اقدر اشوفها وحاجات تانية ما اقدرش اشوفها زي الحاجات المعنويه. واقرب مثال ليها زي العلم. طيب برضو ايه الهدف؟ هو الانسان هيحسن من حياته بس؟ قال لي لا، هو كمان هيعمر معايا الكون. هيعمر معايا الايه؟ الكون. ازاي؟ قال لي هيعمر معايا الكون بان هو هيبتدي ان هو يبني معايا. زي ما بنى الاهرامات، هو كده عمر في الكون. ابتدى يعمل مباني، عمر في الكون. ابتدى يشوف التكنولوجيا، فعمر في الكون. ابتدى يخترع حاجات، ادوات جديده، فعمر في الكون. يبقى الهدف الاخير والهدف الاساسي والغايه، يعني ايه كلمه الغايه؟ الغايه يعني الهدف للانسان هو تعمير الكون. طيب هو تعمير الكون ده او الاصلاح اللي هو بيعمله ده، هل بيعمله اليوم ويقف؟ قال لي لا، ده بيفضل مكمل معايا
فبيبقى عندي ايه؟ ان اصلاح ده كان بيبقى عندي اصلاح للكون. هل الاصلاح ده قلت لك بيفضل واحد؟ قلت لك لا، ده بيكمل. يبقى الاستصلاح والاستمرار. وده ناتج التعلم اللي معايا. يبقى ناتج التعلم اللي معايا عرفت ان الانسان بيطور من حياته نتيجه تفاعله ايه؟ مع البيئه. طيب والهدف الاساسي منه ايه؟ قلت لك تعمير الكون. يبقى تعمير الكون هو احدى غايات وجود الانسان عليها، واللي هو برضه يجيبها لي بلفظ تاني هي الاستصلاح والاستمرار، ان هو هيصلح على طول. طيب في حاجه مهمه بقى، هل الحضارات كلها لما قامت كانت شبه بعض؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني وليكن مثلا الحضاره المصريه القديمه شبه حضاره العراق. طب شبه حضاره فينيقيا اللي هي فلسطين والشام وسوريا؟ قلت له ما اعرفش. قال لي لا، كل حضاره بتكون مختلفه عن الثانيه. قلت له حلو، ايه بقى اللي بيخلي كل حضاره مختلفه عن الثانيه؟ قال لي اللي بيخلي كل حضاره مختلفه عن الثانيه الحاجات الطبيعيه والبيئيه اللي موجوده حوالين الانسان اللي يقدر يستغلها. هو مش الانسان لما نزل من فوق الهضاب ونزل من فوق المرتفعات لقى وادي النيل، يعني لقى ميه ولقى تربه فعرف الزراعه، فساعتها قلنا ان الحضاره المصريه دي قامت على مهنه الزراعه. طيب في العراق عندهم نهر دجله والفرات، صح كده؟ الانسان لما نزل لقى انهار فلقى وادي، فابتدى ان هو يعمل ايه؟ ابتدى ان هو يزرع، فبرضه مهنه او حضاره العراق قامت معايا على الزراعه. بس في حضاره تانية لما جت تتعمل ما لقاش فيها ولا تربه ولا ميه. طيب لقى فيها ايه؟ قال لي لقى فيها بحار، زي حضاره بلاد فينيقيا. ايه اللي حصل؟ قال لي الانسان لما جه هناك يعمل حضاره لا لقى ميه ولا لقى تربه، هيفضل قاعد؟ قال لي لا، بس لقى بحر. هيفضل قاعد؟ قال لي لا، هو الانسان لو قعد كده واستريح هيلاقي ان في بحر، وهيلاقي كمان عندي ان هو ممكن يطور من او يشغل دماغه بقى ويعمل سفينه، والسفينه دي تبتدي ان هي تتحرك في البحر، من البحر يبتدي معايا يقوم معايا عمليه اسمها عمليه التجاره، ينقل بضايع من هنا وهنا. طيب وبعدين؟ قال لي فساعتها نقول ان الحضاره دي قامت على مهنه التجاره، فنقول عليها حضاره تجاريه. يبقى ايه اللي بيحدد ان الحضاره دي تقوم او يحدد ان الحضاره دي سماتها ايه؟ قال لي السمات البيئيه او العوامل الطبيعيه اللي حوالين الانسان. يبقى الظروف البيئيه هي ليها دور كبير في ايه؟ قال لي في تحديد سمات ايه؟ كل حضاره. يبقى يجي يسالك سؤال كده ويقول لك من هو العامل الرئيسي في تحديد سمات قيام الحضاره؟ اقول له الظروف الايه؟ البيئيه، او اقول له العوامل الطبيعيه. طيب مثال على كده، قال لي زي الحضاره المصريه القديمه وحضاره بلاد الرافدين اللي هي حضاره بلاد العراق. قال لي الحضارتين دول قاموا على مهنه الزراعه. ليه؟ قال لي عشان في انهار في سهول فيضيه فساعدت على قيام الزراعه. طيب اما عندي الحضاره اللي بعد كده هي حضاره بلاد فينيقيا. قال لي دي حضاره قامت على وجود بحر، كانت بتطل على البحر الايه؟ المتوسط، فابتدى ساعتها ان الانسان يبتكر ويبتدي يعمل معايا حركه تجاره، فنقول ان الحضاره دي حضاريه او حضاره بحريه تجاريه. حضاره بحريه ايه؟ تجاريه. يبقى تاني عرفنا ان سمات اي حضاره بتتحدد نتيجه العوامل الايه؟ البيئيه، صح كده؟ يبقى انا مع بعض فهمت معايا مفهوم الحضاره، وبعد كده عرفت ايه هي الغايه او الهدف من وجود الحضاره، وبعد كده فهمت سمات كل حضاره. وفهمنا مع بعض ان عندنا عوامل ماديه وفي اسهامات بيستفيد منها الانسان في البيئه، زي العوامل الماديه اللي هي العماره بانواعها، المباني، المدن والمعابد، وكمان النحت والكلام ده كله، واختراعات كتير معايا. اما قلنا المعنويه زي الفكر والادب والفنون والعلوم المختلفه زي الرياضه والهندسه والفلك والطب، وقلت لك ده كله الانسان قدر يطوره. نخلص على كده؟ قال لي بس في حاجه. قلت له ايه؟ قال لي في عالم امريكي في الوقت ده، مؤرخ امريكي في الوقت ده، شاف ان تعريف الحضاره ده مش كفايه، ما اقتنعش بتعريف الحضاره ده، فقرر ان هو يعمل مفهوم حضاره جديد. مين العالم ده؟ اسمه ويل ديورانت. اسمه ايه؟ ويل ديورانت. تعالى نفهم تعريفه ايه وكان عايز ايه من تعريفه. طيب ايه مفهوم الحضاره عند ويل ديورانت؟ قال لي ان الراجل ده لما جه يتكلم عن تعريف الحضاره اتكلم بان تعريف الحضاره ده مش مقتنع بيه، شايف ان الحضاره عشان تقوم مش بس لازم الانسان يكون مستقر ان هو يفضل قاعد.
قال لي لازم الانسان عشان يبني ويبتكر ويعمر والكلام ده كله لازم يكون متحرر من عوامل الخوف. قال لي بالبلدي كده لازم الانسان يكون مطمن، ما يكونش فيه ازعاجات حواليه ولا الكلام ده، عشان يقدر ساعتها انه يفكر ويقدر ان هو يبتكر. زي مثلا الرسام لما بيجي يرسم عشان يعمل لوحه حلوه بيقرر ان هو يروح فين؟ يروح يقعد على النيل، يروح يقعد في مكان هادي كده عشان يقدر يتحرر من كل العوامل اللي ممكن تضايقه، وعلى اهمها عوامل الخوف عشان ما يتوترش، فساعتها يقدر يطلع لوحه جميله. زي الشاعر لما بيروح يبتكر او يروح يكتب معاه قصيده جديده، هل بيروح يقعد بقى في وسط النوش والكلام ده كله او في وسط الازعاج؟ لا، ده بيتقرر ان هو يروح يقعد في منطقه هاديه عشان يقدر يعمل او يقدر يطلع قصيده جديده. يبقى اي انسان عشان يفكر ويبتكر بالنسبه لويل ديورانت او عند مفهوم ويل ديورانت لازم يكون ايه؟ قال لي لازم يكون متحرر من عوامل الخوف. يبقى تعالى نشوف التعريف بتاعه. بس قبل ما يتكلم معايا عن عوامل الخوف قال لي ان التعريف بتاعي قام معايا على نظام اجتماعي. يعني ايه نظام اجتماعي؟ شايف ان لازم يكون في تعاون ما بين الناس. يبقى ويل ديورانت في التعريف بتاعه اعتمد معايا على وجود ايه؟ قال لي وجود العلاقات الانسانيه. اعتمد ويل ديورانت في تعريفه لمفهوم الحضاره على ايه؟ هقول له على العلاقات الانسانيه. يبقى لو ما جابليش نظام اجتماعي ابقى انا عارف ان هو اعتمد على العلاقات الانسانيه. قال لي ده بيعين الانسان على زياده انتاجه الثقافي. طيب هو الانسان هيزود ثقافته في ايه؟ قال لي زي الفن، زي العمران. ساعتها الانسان يقدر ان هو يبتكر. خلينا نكتبها بشكل اوضح. يبقى عندي عوامل. يبقى الانسان هيعمل ايه؟ قال لي لما يجي يبتكر هيبتكر في الفن وفي العمران. طيب قال لي عشان كده لازم الانسان يتحرر. يعني ايه يتحرر؟ يتخلص من ايه؟ من عوامل خوفه، فتظهر لديه دوافع التطور والتطلع، ان هو يبتدي يشوف الحضارات ويبتدي يشوف الحضاره وقفت ليه ويبتدي يكمل عليها، فيظهر بالنسبه له عوامل الابداع، ان هو يفكر ويعمل حاجه جديده. فمثلا نستنتج ان في وجود علاقه، شخبط على الكلمه دي عشان ايه؟ غلط. وجود علاقه ما بين ايه؟ ما بين الاستقرار والامن وقيام الحضاره. ان الانسان عند ويل ديورانت لازم يكون مستقر، لازم يكون مش خايف، لازم يكون عنده امن، فيحصل ايه؟ فتقوم معايا الحضاره. قال لي يعني مثلا هديك مثال. انت عندك مثلا في الحضاره المصريه القديمه زي الاهرامات، هل في الوقت ده المجتمع المصري كان عايش حياه اضطرابات او عايش في حاله من القلق والفزع؟ قال لي لا، كنا مستقرين. قال لي عشان كده الانسان قدر يبني، فقدر يعمل حاجه عظيمه موجوده لحد النهارده زي الاهرامات. طب هديك مثال تاني، ومثال احنا عايشين في الوقت ده، دوله فلسطين. تفتكر تسمع عن اي فلسطيني اليومين دول بيقدر يعمل حضاره او يقدر يبني او يقدر يعمر او يقدر يعمل اي حاجه؟ قال لي ده يا عيني من كتر القلق والاضطرابات اللي حواليه وحاله الحرب اللي هو عايش فيها طول الوقت. قال لي كان بيعمل ايه؟ قال لي يا دوبك هو بيصحى يفكر ان هو يا دوبك يصحى ياكل ويشرب، ويا رب اليوم يعدي من غير ما اموت، او من غير ما اسمع ان حد من اهلي مات، او من غير ما اسمع ان الحرب قامت. فساعتها يعمل ايه؟ قال لي فساعتها الانسان ما قدرش ان هو يقدر يعمل اي حضاره ولا هيقدر يبتكر. هو يا دوبك تفكيره يا عيني في الوقت ده محدود. ليه؟ عشان ما عندوش امن. يبقى الانسان لازم يكون عنده ايه؟ امن وامان واستقرار، ويتحرر من عوامل الخوف عشان يبتدي يعمل حضاره. قال لي ولكن في عصور الاضطرابات وعدم الاستقرار تعرضت بعض الابداعات لخطر. يعني حتى لو في انسان هناك عنده ابداع او عنده اي رؤيه او عنده اي نظريه، عمره ما هيقدر يطبقها في الوقت ده. عشان خاطر ايه؟ قال لي عشان خاطر احنا عايشين في حاله قلق، ولم تظهر اي ابداعات جديده الا بعد نشأة الحضاره. طيب قال لي عشان كده هنبتدي نقول مع بعض ان الحضارات بتاعتي هتكون بدأت في حالة لو الانسان تحرر من الخوف، وان كمان اعتمد معايا على علاقات الانسانية، وقال ان الحضارة بتاعته قال الانسان هيجي هيطور فيه، هيطور في العمران والفن. جميل. قال لي وفي حاجة تاني، ان الحضارة دي لما قامت قال لي تبادلت الشعوب هذا التراث الحضاري. يعني ايه؟ قال لي يعني الحضاره المصريه القديمه دي هل انغلقت على نفسها؟ هل الاهرامات ده محدش يعرفها غير المصريين؟ قال لي لا، ده في حضارات كمان قلدتنا فيها. طيب هل مثلا في حضاره وقفت منغلقه على نفسها في اي حضارات من العالم؟ قال لي لا، ده احنا في حاله تطلع دائم وكمان بيزيد. يعني ايه؟ قال لي هديك مثال حي، التليفون اللي انت ماسكه في ايدك،
اي حاجه، التليفون انت ماسكه في ايدك، الكاميرا، التكييف، هل ده يعني وليكن الشاشه اللي انا شغاله عليها دي لما يجي يقول لي ان هي عباره عن صناعه المانيه، يبقى انا كده فهمت ان ويل دورانت لما يجي يتكلم عن الحضاره قال ان الحضاره مش هتقوم الا لو اتحررنا من عوامل الخوف ويظهر معايا عوامل الابداع. تعال نبص مع بعض على إيه الزتونه دي يقصد بيها اللي هي او نقصد بيها هي ايه؟ نقصد بيها هي نواتج التعلم، ونواتج التعلم دي اهم من اي حاجه، اهم منك انت شخصيا، لان دي الحاجات اللي انت هتحل بيها. يبقى انا عرفت ان الغايه من وجود الانسان على وجه الارض ان هو يعمر ايه؟ الكون، وقلت لك ده الهدف الرئيسي للانسان، ان هو لازم يكون يعمر الكون ويطور من حياته. وقلت لك ان تعمير الكون ده مش هيفضل مع بعض، او مش هيفضل حاجه واحده، او مش هنفضل ان احنا نطور حاجه وما نكملش عليها، الانسان هيفضل يكمل ابداعات. يعني كمان ممكن تجي لي بلفظ الاستصلاح او الاستثمار. طيب وقلنا بعد كده ان انا عندي في حاجات في الحضاره بتاعتي او في الارض بتاعتي هستغلها عشان اعمل حضاره. وقلنا ان كمان الحضاره عشان تبني معايا لازم هتظهر معايا في شكلين، سواء حاجات ماديه او حاجات معنويه. وفهمت ان الانشاءات او الالات دي جوانب ماديه، اما الجوانب المعنويه يقصد بيها اكتساب المهارات، اني اتعلم حاجه جديده، او العادات والتقاليد يعني هطور في الفكر بتاعي، او كمان الخبرات واكتساب ثقافات من بعض. وبعد كده جينا اتكلمنا على مفهوم الحضاره عند ويل ديورانت، وقلنا اول حاجه ان ويل ديورانت شاف ان الحضاره نظام اجتماعي. يبقى ركز ويل ديورانت في ان مفهوم الحضاره بتاعه بيقوم على البعد الاجتماعي، لان هو شايف ان احنا لازم يكون في تعاون، او ممكن تجي لي بشكل تاني زي ما كتبت لك جنبها قلت لك يكون عندي علاقات انسانيه. لازم الانسان يكون عنده علاقات انسانيه عشان تقوم الحضاره. ولكن ويل ديورانت لما جه يتكلم عن الحضاره او شاف ان الحضاره لازم تقوم، ما جاش قال ان في لازم يكون عندنا نهر، او عندنا اراضي، او عندنا مثلا وجود حكومه، او ما ركزت على اي حاجه غير ان هو ركز على الجانب المعنوي، وقال الانسان لازم ما يكونش خايف عشان تقوم الحضاره. يبقى يعاب ويل ديورانت على ان هو ركز على الجوانب او الجانب المعنوي بس، ولكن اهمل الجانب المادي تماما، ما ركزش على اي حاجه حوالين الانسان الا انه يكون خلاص يعني لما يتحرر من عوامل الخوف يبتدي يعمل معايا حضاره. طيب هل الحضارات بتنغلق على نفسها؟ يعني ايه؟ يعني مثلا المصري القديم ده لو ابتكر حاجه هيفضل محتفظ بيها لنفسه؟ قال لي لا، في شعوب تانية طبيعي جدا تعرفها. طيب ايه اكبر دليلي ان الحضارات او اي حد في اي بلد بيوصل لاي حاجه الناس بتبتدي تعرفها؟ قال لي ابسط مثال العربيات، مثلا الماركات اللي بتكون موجوده في الشارع، دايما تمشي في الشارع يقول لك ايه؟ العربيه دي المانيه، العربيه دي يابانيه، العربيه دي من ايطاليا. هل معنى كده ان ايطاليا لما اخترعت حاجه هي الوحيده اللي استفادت بيها، ولا ابتدت تنقلها للعالم؟ قال لي ابتدت تنقلها للعالم. زي الشاشه دي اللي انا بستخدمها مثلا قال لي ان هي من المانيا. معنى كده ان المانيا لما قدرت توصل لابتكار الشاشه دي فضلت ان هي محتكراها على نفسها؟ قال لي لا، ده ابتدت ان هي تعرفها للناس، وابتديت الناس كمان تستفاد بيها. مش شرط ان انا اكون عايش في المانيا عشان استفاد، لا، انا اهو موجوده معاك، اكبر دليل ان انا بستخدمها دلوقتي حالا. فقال لي ان ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلقنا قال لنا كمان ان هو خلقنا للتعارف، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ونتواصل. على مر السنين فضلت تتبادل الشعوب معها التراث الحضاري، اي حد كان بيوصل لاي حاجه كان بيقدر يوصل لها. طب ازاي؟ قال لي عن طريق الاخذ والعطاء او التاثير والتاثر. يعني ايه؟ يعني اي حضاره توصل لاي حاجه في الدنيا بتقدر توريها للانسان. زي الانسان المصري لما قدر يبتكر حاجه اداها للحضارات التانيه، ففي حضارات قدرت ان هي معايا كمان تستفيد منه، والعكس صحيح. فحصل ايه؟ حصل ان انا اديتهم وخدت منهم، يبقى ده اسمه اخذ وعطاء، اسمه تاثير، اثرت فيهم هم كمان اثروا فيا. ولكن في حاجه مهمه جدا لازم الانسان لما يجي يبتكر او لما يجي يعمل حضاره او لما يجي بقى يفكر ان هو ينقل الحضاره لازم يحافظ على حاجات مهمه جدا. ايه هي؟ قال لي وليكن مثلا احنا كلنا مصريين، فعندي حضارات كتير بتقوم في قاره اوروبا مثلا وامريكا والكلام ده كله، فانا هستفاد بيه، بس لازم ما اتاثرش بكل حاجه. قلت له قال لي ازاي يعني لما اجي هاخد الحضاره ما اخدش كل حاجه، هاخد نصها واسيب نصها؟ قلت له لا، تاخد اللي انت عايزه. وليكن هم وصلوا لعلم جديد
وصلوا لفكره جديده، اخد الفكره وافضل ابتدي يحصل معايا احتكاك بس ما تاثرش بيهم تاثر كلي. انا مش فاهم يعني انت عايزاني احافظ على ايه؟ قلت له في حاجه مهمه جدا لازم تحافظ عليها، وهي ان احنا مثلا عاداتنا وتقاليدنا كمصريين مختلفه تماما عن العادات بتاعه البلاد الغرب. طب وايه كمان؟ ديننا كمان مختلف. في هناك مسلمين وفي هناك مسيحيين وكل واحد على دينه عادي جدا، بس لازم لما اكون هتعاون مع حد او هاخد فكره من حد ما اتاثرش، ما غيرش ديني، ما اعجبش بيه اعجاب كامل لدرجه ان انا اغير ديني، لدرجه ان انا اغير من حياتي واغير من العادات والتقاليد بتاعتي. طيب ايه كمان؟ قال لي كمان لازم تحافظ على هويتك. هي ايه هويتي؟ قال لي هويتي هي ثقافتي. مش فاهم. هي الحضاره بتاعتي. مش فاهم. لازم تحافظ على اللغه بتاعتك. انا كمصريه فانا كمان بنتمي للعرب، فلازم اللغه بتاعتي تكون لغه عربيه. ما اروحش بقى عشان اتاثرت او خدت فكره عجبتني جدا في المانيا يبقى اتكلم الماني. انا معجبه جدا بالحضاره الالمانيه فافضل اتكلم الماني طول الوقت. لا، ما ينفعش. لازم اكون ايه؟ لازم اكون محافظه على الهويه بتاعتي، ما امحيش الهويه بتاعتي. اتعلم الماني واكتسب مهارات والكلام ده كله، بس ما تبقاش دي سيطره كليه عليا. يبقى الانسان لما كان بيبتكر حضاره كان بيعمل ايه؟ قال لي كان بيبقى فيه اخذ وعطاء، كان بيروح يأثر في الحضارات التانية والحضارات التانية كان بتأثر فينا. بس لازم واحنا كمان بنتواصل او احنا بنأثر في بعض لازم نحافظ على حاجتين مهمين جدا، وهي الهوية الثقافية اللي هي عبارة عن ايه؟ قال لي اللي هي عبارة عن اللغة بتاعتك. لازم تحافظ على اللغة بتاعتك. وايه كمان؟ قال لي كمان لازم تحافظ على العادات والتقاليد. لازم تحافظ على عادات وتقاليدك الشرق، زي ان احنا لبسنا مش زيهم فلازم نحافظ على عاداتنا، لازم نحافظ على مبادئنا. ما ينفعش مثلا هم عندهم البنات ممكن تعيش بره لوحدها او تعيش في شقق لوحدها، الكلام ده عندنا مرفوض في الشرق، فاحنا كمان لازم نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا. قال لي كمان رقم 2 ان انت تحافظ على الخصوصيه العقائديه، سواء بقى كنت يهودي مسيحي مسلم، لازم تحافظ على الدين بتاعك. ما ينفعش تتأثر بدين حد، لازم انت على دين فتبقى مقتنع بيه تفضل مكمل عليه طول حياتك ايا كان الدين بتاعك. يبقى لما يجي يسألني سؤال تتميز كل حضارة عن الأخرى في ايه؟ أقول له في الهوية بتاعتها وفي الخصوصية العقدية. ولازم الإنسان لما يجي يتواصل مع أي حضارة يحافظ على كام حاجة؟ 2، وهي الهوية الثقافية اللي بتتمثل في ايه؟ في اللغة والعادات والتقاليد. ولازم كمان الإنسان يحافظ معايا على الخصوصية العقدية اللي هي الدين بتاعه. طيب يبقى انا كده عرفت ان الحضاره بتتبادل من مكان للاخر وكمان بتروح من مكان لمكان. طيب ازاي؟ قال لي هنديك مثال بسيط جدا ونشوف الحضاره اول ما بدات راحت فين وبعد كده اتنقلت ازاي. خلينا نتكلم على الخريطه شويه ونشوف الحضارات بدات فين وتحولت راحت فين قبل ما ندخل على الكلام بتاعها. اول حاجه كده انت شايف الاسهم رايحه فين وجايه منين؟ معنى كده ان الحضاره عمرها ما كانت ثابته. فاول معلومه اكون عارفها ان عمر الحضاره ما فضلت قاعده في مكان وفضلت فيه، هتفضل الحضاره بتتنقل من مكان للتاني مهما هتطور. طيب ايه اول الحضارات اللي قامت معايا في العالم كله؟ قال لي اول حضارات زي حضاره بلاد مصر، الحضاره المصريه لما قامت في افريقيا، وكان عندي كمان حضاره العراق، وكان كمان عندي هنا الحضاره او الحضاره فينيقيا موجوده معايا هنا على البحر المتوسط. مش شايفين؟ اوكي. بعد كده في اخر العصور القديمه هتتنقل الحضاره معايا لايه؟ قال لي هتتنقل معايا للغرب، واول حضاره هتقوم في الغرب هي الحضاره اليونانيه اللي بتطل على البحر المتوسط، وكمان هتبدا تتنقل معايا للحضاره الرومانيه. بعدها روما او الدوله الرومانيه هتسيطر على العالم كله الى ان يجي معايا العصور الوسطى وترجع الحضاره مره تانية للشرق لما هيجي معايا الاسلام، فساعتها يرجع تاني الحضاره تقوم معايا في الشرق مره تانية. طيب وبعد الاسلام بعد العصور الوسطى قال لي هتتنقل الحضاره بقى تبتدي تروح معايا لقاره اوروبا وتتنقل للغرب مره تانية وهتفضل مكمله معايا في الغرب. تعالى بقى نشوف هي بدات فين وراحت فين وجت منين. قال لي اول حاجه كده انتقلت الحضاره من مكان لاخر كسلسله متصله. يبقى اول حاجه كده عرفتها ان احنا الحضاره مالها عباره عن سلسله متصله، محدش فينا بينغلق على حضارته، الحضاره بتروح من مكان لاخر، محدش فينا متعصب لحضارته بس،
لا، بنقدر نكتشف حضارات تانية. طيب اول حاجه كده هي بدات فين؟ قال لي الحضاره لما بدات معايا في الشرق. بدات معايا فين؟ في الشرق، زي حضاره مصر وحضاره بلاد العراق. وحضاره بلاد العراق دي اللي ليها اسم تاني هي بلاد ما بين النهرين، ويقصد النهرين هنا دجله والفرات. يبقى العراق ليها اسمين، يا اما العراق يا اما بلاد ما بين النهرين. وقلت لك ان هي بدات في الشرق. الشرق ده اللي هو يقصد بيه، قال لي الشرق اللي هو يقصد بيه زي مصر والعراق. الشرق العالم مقسوم معايا لحاجتين، الشرق والغرب. يبقى انا كده عرفت ان الحضاره بتتنقل من مكان لمكان، معنى كده ان هي سلسله متصله. فده بيأكد على مبدأ ان احنا بنكمل بعض، هو مبدأ التكامل. طيب وعرفنا كمان ان الحضارات بتتنقل من مكان لمكان. اول معلومه عايزه اعرفها هي بدأت فين؟ قال لي بدأت في حضارات الشرق. بدأت معايا في الشرق الاوسط. يبقى انا كده عرفت ان الحضاره اول حته بدات فيها هي فين؟ قال لي في الشرق الاوسط، موطنها الاصلي في الشرق الاوسط، وهتبتدي تتنقل معايا من مكان لاخر. طيب زي ايه؟ قال لي زي مصر والعراق، والعراق اللي ليها اسم تاني. وعرفنا كمان ان الحضاره زي بلاد العراق، وقلنا بلاد العراق دي اللي ليها اسم تاني هي حضاره ما بين النهرين. يقصد بايه؟ يقصد معايا ان العراق فيها نهرين زي دجله والفرات. وقلنا ان عشان كده دجله وعشان وجود نهرين في العراق، عشان كده هي اتسمت معايا بلاد ما بين النهرين. وكمان عندي حضاره فارس اللي هي ما كانت موجوده عندي في ايران. وكمان عندي حضاره فينيقيا، ويقصد بفينيقيا ان هي سوريا ولبنان في الوقت ده. طيب بعد كده الحضاره في العصور القديمه، وهناخد العصور بعد كمان شويه مع التاريخ، ان الحضاره اتنقلت معايا في الغرب. طب على ايد انهي حضاره؟ قال لي على ايد حضاره اليونان زي ما قلت لك. وبعد كده قلنا كمان ان الحضاره اتنقلت معايا لبلاد الرومان، وبعديها الرومان قدروا يسيطروا على العالم كله الى ان انهارت حضاره الرومان وانهارت معايا روما، الى ان جاء مره اخرى الاسلام. فترجع الحضاره مره اخرى للشرق مع ايه؟ قال لي على يد الحضاره الاسلاميه، وهتفضل موجوده معايا لعده قرون في الشرق، وبتبتدي تنتشر ويبدا معايا الفتوحات الاسلاميه مكمله معايا لحد ما تنتقل الحضاره مره اخرى لما يحصل معايا نهضه اوروبيه، يحصل معايا النهضه في قاره اوروبا، فترجع الحضاره تتنقل مره اخرى الى الغرب. فدي كانت الحضاره الغربيه الحديثه. وعشان كده زي ما فهمنا ان الحضاره بتتنقل من مكان لاخر، وفهمت معايا ان هي كانت موجوده في مكان وابتدت تتحرك معايا. بس خليك عارف ان الحضاره لما بدات معايا فين؟ في الشرق. اذا الموطن الاساسي كان فين؟ في الشرق. طيب تعالى نشوف نواتج التعلم على الفقره دي ايه. جاهل يا ابو عمو، والله العظيم جاهل. يلا، قلنا كده ان الحضاره بتتنقل من مكان لمكان، وعرفت ان هي سلسله متصله الحركات. هي عباره عن تيار حضاري بدات في الشرق ثم انتقلت معايا بعد كده للغرب. وده بيأكد معايا على مبدأ التكامل ومبدأ التعايش مع الآخر، إن إحنا مفيش حد فينا منغلق على حضارته، ده بيفضل يكمل معايا. إن الحضارة بتتنقل من مكان للآخر. بس زي ما قلت لك إن الأصول الحضارة الغربية لما الحضارة راحت للغرب، أصولها الأساس بتاعها اللي بدأت عليه عشان تطور منه كان موجود أصلا في الشرق. يبقى تاني الحضارة موطنها لسه فين؟ في الشرق، وبعد كده اتنقلت في الغرب. يبقى اصول الاساس اللي كان ليه الحضاره الغربيه كان اساسه ايه؟ كان اساسه الشرق. يعني من الاخر كده فضلنا او فضل الحضاره الغربيه اللي موجوده دلوقتي يرجع للشرق اصلا. وعرفت كمان ان الحضاره قطائر. يعني ايه قطائر؟ يعني بتتحرك من مكان للتاني. فايه اللي هيحصل؟ قال لي بتتحرك من مكان لاخر. وموطن الاصل فين؟ قال لي موطن الاصل كان في الشرق. بس زي ما قلت لك ان الحضارات بتتميز عن بعضها. يعني كل حضاره كانت مميزه عن بعضها في جانبين. قلت لك هي ايه؟ قال لي الهويه الثقافيه اللي قلنا هي الدين واللغه. وقلت لك الدين واللغه والعادات والتقاليد. طيب يبقى دي جانب مادي ولا جانب معنوي؟ قال لي كمان كانت كل حضاره متميزه في الجوانب المعنويه زي اللغه والدين. يبقى دي جوانب ايه؟ معنويه. قال لي الحضاره عرفتها بدات امتى؟ قلت لك بدات لما الانسان عرف مهنه الزراعه. تيجي اقول لك سؤال مهم قوي هنا كده. لما يجي يسالك ويقول لك ايه المهنه اللي ساعدت على وجود حضاره؟ اقول له ايه؟ الزراعه. عشان الانسان استقر وابتدى يعمل حضاره لما عرف مهنه الزراعه. طب ايه الحرفه اللي ساعدت على وجود التعاون؟ قلت له الصيد. طب هاجي اسالك سؤال تاني خالص كده. ايه الحرفه
اللي لم تساعد او لم تسهم في وجود حضاره. هو الانسان عمل حضاره امتى؟ لما استقر. بس بسيطه قوي. هات حرفه ما بتعتمدش على الاستقرار. حرفه ما بتعتمدش على الاستقرار؟ قال لي حرفه بتعتمد على التنقل والترحال من مكان لاخر. زي ايه؟ تعالى اقول لك كده. شايف المهنه دي؟ مهنه الراعي. مهنه الايه؟ الراعي. مش مهنه الراعي دي بتعتمد على التنقل والترحال؟ الناس البدو والرحل اللي بيعيشوا في الصحراء دول بيفضلوا يتنقلوا من مكان لآخر. يبقى لما يجي يقول لك انسان او مهنه لم تساعد او لم تسهم في وجود حضاره، اقول له مهنه الايه؟ الراعي. طب يا اما يجي يسالك ويقول لك جماعه من الناس لم يساعدوا على وجود حضاره، اقول له مين؟ البدو الرحل اللي هم بيعيشوا في الصحراء. وبكده اكون عرفت يعني ايه حضاره، وعرفت مفهوم الحضاره عند ويل ديرانت، وفهمت الحضاره بدات فين واتنقلت فين، وكمان طلعنا على كل فقره نواتج تعلم. وبكده تكون خلصت معايا اول محاضره في الترم الاول. المحاضره الثانيه هنتكلم مع بعض عن التاريخ، ويعني ايه تاريخ، وليه بدرس اصلا التاريخ، وكمان هنبتدي نكمل مع بعض العصور التاريخيه، والتاريخ هيبتدي يتقسم معايا ازاي، وايه الحوادث اللي هتخلي التاريخ يتقسم. وده اللي هنشوفه المحاضره الجايه. السلام عليكم.